تصدر اسم الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري ترند محرك البحث جوجل بعدما حل ضيفين ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة DMC، حيث كشفا عن تفاصيل علاقتهما. طارق صبري قال: أصبحنا فجأة في حياة بعض، وأصبحت الحاجات العادية في اليوم من غيرها مش مظبوطة. ضغطت عليها عشان توافق وقالت لي أنا عايزة أعمل فرحي في الصيف. قلت لها نتجوز بعد كده نعمل الفرح. في البداية محدش عارف عن علاقتنا غير القريبين والأسرتين، والأحسن إن العلاقات تتبني في هدوء. شيري عادل قالت: ما عنديش مشكلة معاه باستثناء صوته عالي جدا والناس بتفتكرنا بنتخانق لما بيتكلم. كان نفسي أعمل فرحي على البحر، قلت نعمله في الصيف. كفاية 10 ملايات و10 فوط في البيت، لسه ما جبتش غسالة اطباق ولا بوتاجاز عشان قالي لو جبت البوتاجاز لازم تطبخي. وفي سياق آخر، يعرض حاليا للفنانة شيري عادل مسلسل جروب الدفعة على قناة أون، وشارك في بطولته كل من ميدو عادل وعمرو وهبة وولاء الشريف وأحمد ماجد وإيمان الشريف، من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد عبد السلام. وجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان طارق صبري مشاركته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021، وخاض بطولته كل من النجوم كريم عبد العزيز واحمد مكي واسماء ابو اليزيد واياد نصار وبشرى وهادي الجيار، واخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان. وكشف الثنائي لصاحبة السعادة كواليس بداية قصة حبهما، فقال طارق صبري: أنا وشيري نعرف بعض من أيام مسلسل بنات سوبرمان في 2016، وكنا أصحاب في الشغل عادي، بس ما كانش فيه حاجة عاطفية، فقط كنت أتواصل معها على فترات. وأضاف طارق صبري: كنت معجب بيها، وفي مرة عرضت عليها نتقابل قالت لي أنا قاعدة جنب القط بتاعي ومش بنزل. وقتها شعرت إنها ترفضني على استحياء. من جانبها قالت شيري: بعد مسلسل بنات سوبرمان بأسابيع اتعرض عليا مسلسل، لكن جاتلي سفرية لدبي مفاجئة وكان لازم أسافر واعتذرت، وفي نفس الوقت بالصدفة زميلنا مخرج المسلسل حصله أزمة صحية. واستكمل طارق صبري: رحت لصديقنا المستشفى وكلمتني شيري عشان تعرف تفاصيل حالته الصحية، وقلت لها نروح مع بعض واستغليت الفرصة. وقالت شيري: وبعد ما قربنا من بعض اتضح ليا ان في حاجات مشتركة بينا، واتفقنا على الجواز، وبجد كل اصدقائنا كانوا سعداء بالخبر، واصحابنا كانوا بيسألوا عن التسارع في قرار الزواج، وبعد الجواز اتغيرت للأفضل. وأما عن تصريحات الفنان طارق صبري، علق قائلا: بجد ضغطت عليها علشان نتجوز، وهي قالت لي عاوزة أعمل فرحي في الصيف، وأنا رديت وقلت نتجوز ونبقى نعمل الفرح بعدين. وفجأة لقيت نفسي اتعودت عليها وعلى وجودها في حياتي كلها، حتى في مكان شغلي، وفي الأول مفيش حد عرف عن علاقتنا غير المقربين لينا، وأنا الفنان حديث وقال: كل حاجة عليا ومفيش حاجة اخترتها على ذوقي، وكل اللي بعمله أروح أدفع فلوسه بس. وبجد الحاجات العادية في اليوم من غير شيري بتبقى مش مظبوطة ومش حلوة، ولازم تبقى موجودة معايا، وعمر 2 ما هيعرفوا كل حاجة عن بعض قبل الجواز زي بعد الجواز.